الله تسلم ايديك يا سمسمة. هو انت اللي عامله الاكل ده؟ ايوه انا اللي عاملاه، ايه رايك؟ والله حلو ده. انا بحسبه اصلا انت شارياه اصلا من بره. ما هو انا شارياه بس ضحكانه عليكم، بقول لكم انا اللي عاملاه. العسلات والامارات ولاد بلدي جدعان، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. طبعا حلا هي اللي معايا في الفيديو. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي. بصوا دي الفراخ بتاعتنا. انا الفراخ دي يا جماعه امهات. لقيت جواها بيض ولقيت جواها اللي هي البيض الاصفر الصغنن ده. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي 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 قوي. بصوا الفراخ، معلش اللي ما بيحبش ياكل فراخ والمنظر البشع اللي انا بعمله ده. انا كده بقطع الفراخ، هقطعهم على 4. بصوا اوريكم البيض اللي انا طلعته من الفرخه. البيض ده انا عملته حبه سمنه لاحمد يعني، وكلوا يعني بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم بس الاول وحشتوني قوي. ونبدا حلقتنا. وقبل ما نبدا حلقتنا نصلي على النبي، وكل من ليه نبي صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انت بتعملي ايه يا سمسمه وانت واخدانا بدوكه كده انت وحلا؟ بصوا انا بسلق الفراخ. انا قطعت الفراخ على 2 نصين يعني. وهنا بقلي البصل. انا مش عايزه بصل كتير يعني، هحط في الطاسه دي هقلي حبه بصل كده عشان هعمل باميه، طواجن باميه. فهقلي البصل دوت وهتبله، وبعد كده هحطه في الطواجن، وبعد كده هحط عليه الباميه ني، كل حاجه ني في ني ما عدا بس البصله يعني، عشان ما تبقاش ريحتها مصننه يعني. عايزه اقول لكم الفراخ دي طعمها حلو قوي قوي قوي. انا ما عملتش افتكاسه. انا بسلقها زي العاده يعني. حطيت فيها بصل وطماطم، وحطيت فيها بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيها توم و سبتها تتسلق. هنا انا بوريكم الطاجن بتاعي انا عملت فيه ايه زي ما قلت لكم بالظبط. انا قليت البصل كده زي ما انتم شايفين. بصوا الباميه بتاعتنا حلوه ازاي. هحط الباميه بتاعتنا، وبعد كده هحط الطماطم عشان مش عايزه احمد طبعا عامل دوشه. هحط ما بحبهاش تتسبك، وبعد كده لما تتسبك احط الباميه تلاقيها مهريه كده. لا انا بعملها كده تبقى الباميه صاحيه. بصي بقى الفراخ بتاعتنا ديت انا هعمل فيها ايه. سبت حبه طماطم من اللي انا حطيتهم في الباميه. انا موريها لكم الباميه اهي. هحطها في الفرن مع الفراخ. فحطيت توم وحطيت حبه سكر وحطيت توابل، واديني بحطها اهو على الفراخ. بس ده كل اللي عملته. وقبل ما الفراخ تتحمر شويه حطيت حته سمنه من فوقيها، هي اللي عملت الحمار بتاع الفراخ ده. يا جماعه الطبخ سهل والله، بس لو كل حاجه ليها تركاته كده تتعمل هتبقى كل الاكل طعمه حلو وتحفه يعني. عايزه اقول لكم معلش انا مش بطلع لكم في اي عيد ولا في اي مواسم. انا ببقى مخصصه الحاجات دي لبيتي ولعيالي. فمعلش يعني انا ببقى قايله يعني المواسم دي ليا انا وعيالي وجوزي يعني، لبيتي عامه، عشان كده مش بطلع فيها. بصوا انا هنا بعمل حبه شعريه، وهعمل هنا بتعملي ايه يا سمسمه؟ والله ما فاكره. هنا بصوا انا هعمل الرز البسمتي بتاعي. هنا انا حطيت حبه سمنه ومرقه دجاج، وكان لو عندي لومي كنت حطيت، ولو كان عندي عيدان قرفه كنت حطيت. بس الطبخه مش هتقف على الحاجه دي يعني، فاللي عندك حطيه. انا كده فضيت الرز البسمتي بتاعي. وفي رزايه بتبقى بيضه، وفي رزايه بتبقى صفرة. انا اخترت اللي هي الرزايه الصفرة، بتبقى طعمها حلو في الاكل وبترمي رز كتير على فكره. هقعد اشوح كده، شوحت كتير. بعد كده حطيت ميه سخنه، ده الكاتل بتاعي. حطيت ميه سخنه كده وهسيبه يتقلب يتشرب يعني. الرز البسمتي مش زي الرز العادي. الرز العادي عايز بالظبط، الرز البسمتي عايز زياده ميه. عشان بصوا يا جماعه احمد عايز يقول لكم حاجه. بحبكم. وايه تاني يا احمد؟ لا قول انا بحبكم قوي يا جماعه. بحبكم قوي يا جماعه. قوي 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 قوي. بصوا انا بكمل لكم الفيديو، بس احمد كان انا وهو عاملين نهزر شويه، فانا قلت له ايه تعالى نتكلم مع حبايبنا يا احمد انا وانت. بصوا يا جماعه احنا كده الاكل بتاعنا خلص، بس الرز لسه. احنا كده شربناه. ودوت اللي انا حاطاه دوت زعفران، مع معلقتين زعفران على حبه ميه كده ورشيت عليه. ناويه ان شاء الله اعمل لكم كمان رز بالالوان، اللون الاخضر واللون الاحمر واللون الاصفر باذن الله. ناويه اعمله لكم باذن الرحمن، عشان عملته وعجب عيالي وقلت لازم اعمله على القناه. كده حطيت المكسرات بتاعتنا اللي هي مكسرات الغلابه، اللي هو الزبيب وفول السوداني. انا كده الاكله بتاعتنا والرز بتاعنا خلص خلاص. بس كده هقلبه، همزج يعني كل المكسرات دي
في الرز. هتلاقي فيه رزايه بيضه ورزايه صفراء، انا قلبت كله خليته كله اصفر، انا عايزاه اصفر. معاذ واحمد عاملين قلق. بصوا بقى، انا المره اللي فاتت عملت لكم الباميه بالمفراك بتاعها اللي هو المفراك الخشب، وانا قلت برضو هعملها بالطريقه ديت عشان لو المفراك اللي محدش عنده مفراك وعنده اللي هي المضرب ده يعملها بالمضرب. طبعا دي جانا بنتي هي اللي عملت التومه، انا ما كنتش فاضيه، كنت في الحوض بغسل في المواعين. هي عملت التومه وهي اللي عملت هي اللي عملت الباميه بامانه، وكان طعمها حلو يعني، تسلم ايديها. ايه تاني يا بنتي يا سمسم يا سماسم؟ عايزه اقول لكم انتوا بتوحشوني، وشكرا لاي حد يدخل القناه جديد. بصوا انا كده بقلب في الرز، بصوا هتلاقوا فيه رزايه بيضه من تحت، بقلب بقى كله كده عشان انا عايزاه اصفر، كله اصفر. اول مره اعمله بالزعفران وطلع طعمه حلو قوي الحمد لله يعني. انا جبت الصينيه ديت، المفروض الصينيه ديت انا اغلفها بورق السلوفان، بس الصراحه ما كانش عندي، فبرضو مش هوقف على الاكل. عملت في الصينيه ديت، فضيت الرز بتاعي وبعد كده هحط عليها الفراخ من فوق. طريقه الرز ديت حلوه قوي يا جماعه. انا ما قلتلكوش الرز البسمتي بيحب الميه كتير، عشان الرزايه بتاعته بتبقى طويله وكبيره يعني ناشفه، بتحب تشرب ميه يعني، شوربه او ميه كتير يعني. بصوا كده الفراخ بتاعتنا خلصت خلاص، وانا كده برصها على الرز والاكل بتاعنا خلص. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي، معلش بتاخر عليكم، استحملوني شويه بسبب عيالي وبسبب احمد وبسبب اليوم بيجري هوا يا جماعه، والله اليوم بيجري هوا، مش بلاقي وقت اللي انا حتى امنتج فيديو او اتكلم فيه. عايزه اقول لكم يا رب الاكل بتاعي يعجبكم، ويا رب كل وصفاتي تعجبكم، ويا رب انول اعجابكم. الاكل بتاعنا خلص، ما تنسوش اللايك على طول اتخبط فيها الاشتراك دي. خلاص كده الاكل خلص بتاعنا، وكده انا برش عليه الخضره بتاعتنا وبس. ده اكلنا النهارده. عملت باميه وعملت لسان عصفور وعملت باميه ويكا وباميه طبعا بالصلصه. ما تسبكوش الباميه يعني، ما تسبكوش الطماطم وبعد كده تحطوا الباميه فيها، لا الباميه هتتهري. اعملوها زي ما انا ما عملتها كده عشان الباميه تبقى صاحيه. انا اوريها لكم برده دلوقتي. يا رب الاكل بتاعنا يعجبكم. انا عيالي كانوا فاكرين الاكل ده انا جايباه من بره، وفكيت الورق السلوفان وخليته كده عشان ايه يفتكروا اللي انا عاملاه، لا انا اللي عملته والحمد لله يعني نال اعجابهم. بصوا بوريكم الباميه بتاعتي، باميه بتاعتي صاحيه. يا رب الفيديو